رابطة الأندية المصرية خرجت علينا بالعقوبات اللي تخص مباراتين الأهلي وحرس الحدود والزمالك وزد في الجولة رقم 16 من الدوري المصري. بالنسبة للزمالك إيقاف اللاعب أحمد سيد زيزو مباراة واحدة بعد الحصول على 3 إنذارات وغرامة 5000 جنيه. محمد شحاتة إيقاف مباراة واحدة بعد الحصول على كارت أحمر وغرامة 2500 جنيه. كابتن أيمن عبد العزيز إيقاف مباراة واحدة بعد حصوله على كارت أحمر وغرامة 2500 جنيه. بالنسبة لواقعة مباراة الأهلي وحرس الحدود اللي تم فيها تحطيم الكراسي وسباب الجماهير لجماهير نادي الزمالك، تقرر منع جماهير الأهلي اللي حضرت اللقاء دوت من الحضور لمدة مباراتين، مع توجيه لفت نظر للنادي الأهلي في حالة تكرار الأمر من جماهيره سيتم حرمانه من الحضور الجماهيري لمدة مباراتين، بالإضافة لغرامة 300 ألف جنيه على نادي الزمالك. والنادي الأهلي تلقوا عرض من أحد شركات الرعاية الرياضية في العراق بحيث يقام لقاء بين الزمالك والأهلي في رمضان في العراق أثناء فترة التوقف اللي هيخوضها المنتخب ابتداء من يوم 16 مارس القادم، يعني بدون الدوليين. والأهلي والزمالك بيدرسوا الموضوع، والأهلي عارض على مارسيل كولر الموضوع، والزمالك عارض على مستر جوزيه بيسيرو، وهياخدوا آراء المدربين وبناء عليه هيتحدد إقامة المباراة من عدمها. وعلى ما يبدو إن العائد المادي من المباراة دي هيكون حلو. في مشكلة مع مستر جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك لقبول عرض مباراة الأهلي والزمالك اللي هتقام في العراق. المباراة محدد ليها المفروض يوم 10، ولكن الزمالك عنده مباراة مع فيوتشر يوم 7 في كاس مصر، وعنده بعدها أول مباراة في الدور الثاني من الدوري إما 11 أو 12 أو 13، والمباراة يوم 10، فبكده هيبقى فيه صعوبة. بعد ما وصلنا للجولة رقم 16 من الدوري المصري الممتاز ويتبقى جولة واحدة فقط على انتهاء الدور الأول، صدرت إحصائيات عن الإنذارات اللي تم رصدها هذا الموسم. نادي الزمالك الأكثر حصولا على الإنذارات برصيد 38 إنذار، أما النادي الأهلي اللي بيتظلم أقل إنذارات برصيد 22 إنذار. ومش بس كده، النادي اللي بيتظلم دوت ولا كارت أحمر من بداية الموسم حتى الآن. في كلام طبعا طالع ان الاستاذ عمرو وهبة قدم استقالته من منصب مدير التعاقدات داخل نادي الزمالك واعتذر عنه. طبعا البعض بيقول انه ادوله ادوار مش بتاعته وانهم عينوه في منصب المدير التنفيذي بدل مدير التعاقدات، ولكن الكلام دوت غير صحيح. انا اقول لحضراتكم ان السبب هو التسريب الصوتي بتاع الاستاذ احمد سليمان اللي انتشر اول امبارح، واللي سب فيه الاستاذ عمرو وهبة وعدد كبير بألفاظ خارجة، ودوت اللي خلى الاستاذ عمرو وهبة اعتذر. من المنتظر ان كابتن احمد سليمان هينشر فيديو على صفحته خلال الفترة الجاية هيتكلم فيه عن السبب الحقيقي وراء اعتذاره عن ادارة ملف كرة القدم داخل نادي الزمالك وسبب رفض استقالته من المجلس. والكلام دوت بعد الاقاويل الكتير اللي بتتقال انه تسبب في رحيل عدد كبير من داخل نادي الزمالك، وانه ضيع صفقات على الزمالك، وانه ورط الزمالك في صفقات مشبوهة مثل مشلاك. والكلام دوت كله هيتكلم عنه في الفيديو وهيوضح كل حاجة. الدكتور حسام المندوب الحسيني أمين صندوق مجلس إدارة نادي الزمالك قدم طلب إحاطة إنه يناقش قضايا نادي الزمالك في مجلس النواب. هو أصلا عضو في مجلس النواب زي ما كلنا عارفين، وبالفعل تم تحويل طلب الإحاطة بتاعه للجنة الشباب والرياضة الخاصة بمجلس النواب، ولو توافق عليه في جلسة مجلس الشعب الجاية هيبقى فيه كلام عن الموضوع دوت. بس أنا شايف إن دي حاجة ما تتناقش في مجلس النواب، دي حاجة ممكن تناقشها في الفيفا، إلا لو الدولة هي اللي بتتحكم في الرياضة، ده موضوع تاني.